السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم تكنيك بالعربي. يا جماعة الخير، عندنا اليوم منتخب مصر وزيمبابوي 2-1. فوز مش مقنع لكنه يعلم الكثير. فاز منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في أغادير ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2025. فوز جاء في التوقيت قاتل، سيناريو أفريقي خالص: سيطرة، عناد، توتر، ثم حسم فردي. سجل عمر مرموش هدف التعادل قبل أن ينهي محمد صلاح المباراة من نقطة جزاء في الوقت بدل الضائع، بينما كان برينس دوبي قد صدم الدفاع المصري بهدف مبكر كشف كثيرا من العيوب. الآن راح نحكي عن القراءة العامة من هاي المباراة، راح نحكي شو هاي العيوب، راح نحكي إيجابيات المنتخب المصري بهاي المباراة. لهيك اشترك بالقناة وخليك معنا لأنه راح تعرف كثير بشكل جيد. خلينا نحكي إلى حد ما ومن غير أي مجاملات. بنبلش بالقراءة العامة للمباراة. من حيث الأرقام مصر سيطرت، من حيث الإحساس المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الثانية الأخيرة. منتخب مصر ملك الكرة وصنع الفرص لكن افتقد الفعالية لفترات طويلة، في حين زيمبابوي لعبت بذكاء أفريقي كلاسيكي: دفاع منظم، كتل متقاربة، وانتظار الخطأ. خلينا نحكي ما الذي فعله منتخب مصر بشكل صحيح. الاستحواذ والسيطرة: مصر فرضت إيقاعها ونجحت في إبقاء اللعب في نصف ملعب زيمبابوي أغلب الوقت. هذا أمر مش سهل أمام فريق متكتل ومنضبط. اثنين، اللاعبين الكبار حسموا النتيجة. عندما فشلت المنظومة تدخلت الفرديات: مرموش كسر الجمود بتسديدة نظيفة، صلاح أنهى الجدل بثبات أعصاب يدرس. ثلاث، الضغط حتى آخر ثانية، تحسب للمنتخب المصري، لم يستسلم نفسيا واستمر في الضغط حتى انهار التنظيم الدفاعي لزيمبابوي في اللحظة الحاسمة. بالرغم من الإيجابية السابقة لكن هناك مشاكل لا تخفى: هشاشة دفاعية مقلقة. هدف اللي استقبلته مصر ما كان صدفة، الجهة اليسرى كانت مكشوفة والتحول الدفاعي بطيء. هذا أمر خطير جدا أمام منتخبات أعلى جودة. إهدار الفرص: فرص محققة ضاعت، أبرزها فرصة زيزو من مسافة قريبة في أفريقيا. إضاعة الفرصة كأنك تدعو الخصم للبقاء حي وأنه يشكل عليك خطورة أكبر في الدقائق القادمة. تسرع في الثلث الأخير أمام التكتل، افتقد اللاعبين أحيانا الصبر والاختيار الصحيح ولجأوا للتسديد أو عرضيات دون تحضير كافي. زي ما اتفقنا بفيديوهات سابقة رح نعمل تقييم للنجوم الثلاث في منتخب مصر: محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور. رح نبلش محمد صلاح القائد تحت الضغط. صلاح ما كان في أفضل أيامه تهديفيا لكنه كان الرجل الذي لا يختبئ. إيجابياته: حسم ركلة جزاء بثقة كاملة في الدقيقة 92، وهاي بدها لاعب كبير وكبير جدا. تحركات ذكية، سحبت الرقابة وخلقت مساحات للزملاء. لعب دور القائد أكثر من دور الجناح. شوي ملاحظات عليه: كان عنده بعض التسرع في إنهاء كرات كانت تستحق ردود أكبر. الرقابة اللصيقة حدت من مواجهاته الفردية. خلينا نحكي بشكل عام: صلاح ما سيطر على المباراة لكنه سيطر على لحظاته الحاسمة. عمر مرموش أخطر لاعب في الملعب. مرموش كان أكثر إزعاجا لدفاع زيمبابوي. خلينا نحكي إيجابياته: هدف التعادل بتسديدة نظيفة تعكس ثقة عالية، سرعة، مراوغات كسرت التنظيم الدفاعي، ضغط عكسي فعال. لكن كان عنده شوية ملاحظات، هو تأخر أحيانا في التغطية الدفاعية. جودة العرضيات يعني ممكن تكون من لاعب زي عمر مرموش أفضل بكثير، لكن بشكل عام مرموش لاعب لا ينتظر، هو بفرض نفسه وبيذهب للكرة وبيتحمل المسؤولية في الملعب. إمام عاشور ميزان الوسط وقلب المنتخب المصري. إمام عاشور كان العقل اللي ربط الخطوط. إيجابياته:
سيطر على وسط الملعب، فرض الإيقاع، تمريرات ذكية، نقلت اللعب بسرعة، تسديدات من خارج المنطقة أربكت الخصم لكن عليه شوية ملاحظات. أخطاء تمرير تحت الضغط، تغطية دفاعية تحتاج انضباط أعلى في التحولات. لكن بشكل عام إمام عاشور هو مفتاح السيطرة، لكن بده شوية تركيز أمام خصوم أقوى. وفي الختام بحب أحكي إنه منتخب مصر بدأ البطولة بالأهم الثلاث نقاط، لكن الأداء يقول بوضوح هذا منتخب قادر إنه يفوز، لكن ما وصل إلى مستوى بطل أفريقيا. خلينا نحكي إلى الآن ما دخل في مستوى البطولة، لهيك لما بتعالج هاي الأخطاء راح تكون في مشكلة كبيرة. هاي الأخطاء ثغرات دفاعية، إهدار فرص، والتسرع الذهني، وركز على التسرع الذهني لأنه راح تكون نقطة فارقة لجميع عرب أفريقيا. إذا كنت قدام منتخبات كبيرة ما راح يرحموك، إما أن تضبط التفاصيل. مصر طبعا قادرة إنها تضبط التفاصيل وتملك أسلحة وخيارات كبيرة، وأهم هاي الخيارات إن لاعبين بيحسموا عندما تختنق المباريات. بتمنى تشتركوا في القناة وتتابعونا وتشاهدونا وتستفيدوا من المحتوى اللي بنقدمه. شكرا.